تعالى بقى نخش الجزء الجنجل واللي شكل الكامبات كلها هيتغير، حتى الاسقاط البريئه ما سلمتش منها. المهم التركيز المره دي مش على الدريكات، لا ده على وحوش جديده هتضاف لكهف التوب لين مع الريفت والبارون، واسمها الفويد جرابس. انا هختصر الاسم واقول لك وحوش الفويد وخلاص، يعني الاسم كبير قوي. ودي يا سيدي كامبايه بتساعدك تاخد الطورات اسرع. الكامبايه دي هتظهر في الدقيقه 5 مكان الريفت هيرالد، وكل 4 دقايق بتظهر واحده زياده، ولما واحده جديده بتظهر القديمه ما بتختفيش، بتفضل واقفه معاها عادي. فانت احسن لك ان انت تاخدهم اول باول عشان بيتراكموا زي المنهج اللي انا سايبه يتراكم عليا ده. فانت احسن لك ان انت تاخدهم على طول بدل ما تشوف زي ما انت في الكليبايه كده هو بيفايت 3 لوحده. المهم الكامبايه دي بتختفي في الدقيقه 14 وبيظهر الريفت هيرالد، والحاجات الفويد دي لما بتيجي تضربها بتطلع حشرات صغيره كده هتقعد تضربك بيها معاها كانها اولادها يعني. وكل ما تقتل الكامبايه دي اكتر كل ما الدمج هيزيد، ولما تقتل 5 أو 6 منها هتطلع لك حشرات فويد كده زي حشرات بيلفز تضرب معاك التور. ودي البفايه اللي انا كنت بقول لك عليها هتخلي التوبلين مهم جدا، لان البفايه دي مش زي الهيرارد او البارون بيقعدوا وقت معين ويمشوا، دي بفايه موجوده معاك على طول وهتنفعك، فكله هيبقى بيحاول ياخدها من اول ما تظهر. فهتلاقي